امال ماله الراجل ده؟ اقول لك ماله، صلي على النبي. روى الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، والامام الحافظ المقدسي، وكثير من اهل الصحاح، وكثير من الحفاظ واهل العلم، ان الشيطان رن في الكون 4 رنات. ما انا ليه بجيب لك الحته دي؟ عشان اعرفك ده بيزق اشمعنى اللي ساب كل الفسق اللي احنا فيه والمخالفات اللي في الكون وماسك في المولد النبي. يا اخي اسكت، سيب الناس تعمل حاجه حتى يعني التعلق بالنبي من جاه ونجاه وجاه. فيقول ايه؟ لقد رن ابليس في الكون 4 رنات. رن يعني ايه بقى؟ عشان نفهم الكلام. عارف رن يعني ايه؟ لطم على وشه، صرخ وصوت ولطم على وشه وعمل مأتم. ايه ليه يعمل كده ابليس؟ قال رن حينما طرد من رحمة الله. 1 عندما لعن وطرد من رحمة الله. هذا الكلام في البداية والنهاية لابن كثير. ورن ابليس اي صوت ولطم وصرخ وزعل حينما اهبط الى الارض. طب كويس، الاثنين الجايين بقى يعرفوك الجماعه دول بيعترضوا ليه. قال ايه؟ ورن ابليس عندما ولد سيدنا محمد. قال يا نهار ابيض كده خلاص. عمال يرن دلوقتي، كل ما تحتفل بسيدنا محمد يرن ويصوت ويعايد. طب بيرن ازاي؟ بيوحي لاوليائه، بيسلط منافق عليم اللسان. زي ما قلت لك عجبا لقوم يزعمون ضلالة فرحي بمولدك العظيم محرم ويرون جهلا أن ذلك بدعة وتثور ثورتهم إذا ما أقدم إن لم نعظم سيد الدنيا فمن أترون شخصا في المكارم أكرم. في حد أعظم من كده نمجده ونفرح به ونحبه ونغني له؟ لا والذي بعث النبي هدية إن كان مدحي في النبي جريمة ومعظم الهادي لديكم آثما. لا والذي بعث النبي هدية إني رضيت بأن تقولوا مجرما. لا خلينا أبقى مجرم بس بحب النبي، لأن النبي قال إيه؟ شفاعتي، خلي بالك من الحديث، ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي. بكرة الشفاعة مدخرة لمين؟ تعرف سيدنا النبي ما رضيش يدعي على قومه ليه؟ عشان أنا وإنت، عشان عارف إن إحنا نتولد في زمان هنحبه بس مش هنقدر على المسير، السكة صعبة، الحمل تقيل، وممكن نغلط كده ولا كده. هو حوش الكلام ده عشان احنا اتحمل وصبر وتألم وما رضيش يدعي ولا دعوة، لا لنفسه ولا لبيته ولا لعياله ولا حاجة يطلبها من الدنيا ولا من الآخرة، عشان يبقى العطاء كله للأمة. نحبه ولا ما نحبوش؟ لما يكون واحد كل يوم الصبح جاله لا مؤاخذة يعني، جاله حاجة حلوة كده، جاله عجل وساكن جنبك، راح شايل العجل جابوه لك وفضلك على نفسه، يبقى ده راجل بيحبك ولا ما بيحبكش؟ يبقى ليه عليك فضل ولا ملوش؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله تفضل على الدنيا برسول الله في الإمداد، وتفضل على الدنيا برسول الله في الإيجاد، وتفضل على الدنيا برسول الله في الوداد، وتفضل على الدنيا برسول الله في الإرشاد. فقد تفضل الله على الدنيا برسول الله في الإمداد إذ أنه أول نور خلقه ومنه خلق كل شيء، وتفضل على الدنيا في الإيجاد بأن أوجدنا من أمة محمد، وتفضل علينا بالوداد بأن جعل حبنا لنبينا منجاة لنا يوم القيامة، وتفضل علينا بالإرشاد بأن جعلنا من الذين إذا اتبعوه دخلوا الجنة. حضرة النبي ما ساب شاردة ولا واردة إلا بينها لنا. يبقى رن إبليس كم رن لحد دلوقتي؟ جدعان كده، أيوة كده مذاكرين 3 بقى 1. تعرف رن إمتى تاني؟ أول ما نزلت سورة الفاتحة. لذلك لما تقول الفاتحة سيدنا النبي يزعل أول.
أو بس ما تقرأ الفاتحة لحد ما يقول لك الفاتحة ما وردتش. يا عم ده قرآن. الفاتحة ما وردتش كيف؟ ده قرآن. أما نقرأ إيه؟ يقول لك اشمعنى الفاتحة يعني؟ عشان ربنا يا سيدي قال فيها في حقها يعني هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إما العبد يقرأ الفاتحة ربنا يقول إيه؟ أول ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشيطان زعلان ليه؟ عشان إحنا هنغلط ونعصى. أول ما نقرأ الفاتحة ربنا يغفر لنا ويوصلنا. فيبقى أفسدت عليه الخطة. عرفت ليه الشيطان بيرن لما النبي اتولد؟ والشيطان بيرن لما تقرأ الفاتحة. طب كويس، خليك في حكاية الفاتحة، يبقى تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي عشان تغيظ الشيطان. الشياطين بتتعفرت من قراءة الفاتحة حقيقي، لأنه أول ما نزلت الفاتحة قال يا نهار أبيض خلاص كده دول خدوا أمانين. الأمان الأول بميلاد النبي، والأمان الثاني بنزول الفاتحة. إذا كان الشيطان رن الأربع رنات دول، يعني صرخ الأربع صرخات دول، يبقى حضرتك مستغرب الجماعة اللي بيقولوا الاحتفال بمولد النبي بدعة ليه؟ عرفت شيخهم مين؟ بس عرفت شيخه مين؟ شيخه